مبدئيا كده انا اقسمت بالله كمان مره الجمهور اللي في الملعب ده. يعني انا عايز اقول لك يخلي اللي ما بيعرفش يلعب يلعب. اقسمت بالله يا شيخ، الواحد لو في الملعب مع الاجواء اللي حواليه ومع الجمهور اللي حواليه ومع كميه التشجيع ومع كميه الناس اللي عماله تشجع، انا هنزل اكل النجيله. اقسمت بالله انزل اكل النجيله مع الاجواء اللي انا شايفها حواليا دي، مع الناس ومع كل الظروف اللي حوطتني تخليني النهارده انزل اكسب، انزل العب ماتش واكسب، انزل اعمل كل حاجه ممكن تتعمل واكسب، عشان خلاص كل اللي انت كنت عاوز تحقق. الزمالك وقع، بيراميدز انبي وقعه، جمهورك جاي وبيشجع ومن اول ثانيه عمال يشجع ويقول ويعيد ويزيد وفي ظهر اللعيبه اللي هو عارف وشايف مستوياتهم ضايعه، بس مع كده جه وبيشجع وبيآزر الفرقه وواقف جنب الفرقه وبيشجع اللعيبه، عشان هو ده طبع جمهور الاهلي اللي متعودين عليه، ما بيسيبش الفرقه. اول 5 6 7 دقايق الفرقه بتجري وبتنقل كوره ومش عارف، قلنا بس اكسبوا الماتش ده، يلعبوا بالطريقه دي واخسروا الدوري. العبوا بكده، اكسبوا كده، اكسبوا ماتشاتكم بالطريقه دي واخسروا الدوري، مش عاوزينه. تمام، الله ينور. سمعتوا اللي اتقال ولعبتوا، سمعتوا اللي الجمهور قاله واللي الناس عماله تقوله والتحفيل اللي بيتحفل علينا بقاله فتره، ونزلتوا وخليتوا عندكم دم ولعبتوا. خلاص اصلها كلنا عن كله ماسك تليفونه وشايف السوشيال ميديا بتقول ايه، شايف اللي بيحفل بيقول ايه واللي بينكد بيقول ايه وده بيقول ايه وده بيقول ايه. خلاص بقى كل الحاجات دي متهيئه قدامي كده ان انا انزل اوريهم لا ان احنا كلنا بنعرف نلعب، ان اللعيبه دي بملايين انا دافع فيها ملايين عشان تيجي تقدم بمستوى على الاقل بتاع لعيبه كوره. اول كام دقيقه شفنا ناس بتلعب كوره بتمشي سريعه، ناس بتلم، ناس بترقص كور خطيره. تمام، ابدأ بقى، كمل ماتشك كده. لا لا، الريتم بقى هوب عمال ينزل ومش فاهم من اول الماتش. بنلعب بباتا، كاوتشات باتا بشباشب في الملعب بكروكسات، كل شويه واحد يتزحلق لي، كل شويه واحد يتزحلق لي، انا مش فاهم في ايه، مش فاهم الارض مبلوله ولا احنا بنلعب بايه، انا مش فاهم ايه اللي احنا لابسينه. مش استرزات، لا مش استرزات، كل ثانيه واحد يقع، كل ثانيه واحد يتزحلق، كل مش عارف ايه واحد يتزحلق. طب ماشي، تمام تلعب قدام فرقه خلاص هم نازلين خايفين وهايبين المنظر اللي شايفينه وسامعينه، شايفين الجمهور اللي عمال يشجع ويصوت وخايفين. انت بقى بتعمل ايه؟ ما بتعملش اي حاجه، ما بتقدمش، بدأت تقل، بدأت تنزل، نلعب كورتنا اللي احنا عارفينها. انت كل حاجه متهيئه لك يا راجل. الفرقه اللي انت بتلعبها دي جالك من ماتش من كام يوم، انت قاعد مريح بالك شهر، بتريح بقالك شهر، كل شويه واحد منهم يقع، اصل ده اتصاب، اصل شد، اصل مش عارف فيستون مايل ده وقع يجي مرتين، قلنا هيطلع فيستون مايل الميت من اول الموسم اللي جاي فوق قدامي. لعبت ديانج ده، انا خلاص قضيت من الكوره اللي ما خلاص، ما تقوليش كلمني كوره، مفيش كوره، مش هكلمك كوره لان مفيش كوره. انا مش شايف كوره، انا شايف، نفسي اعرف ده اسمه ايه، في برواز كده حد يكتب لي ده اسمه ايه. ما احنا لو بنراهن ابقى انا فاهم، لو دي مراهنات مثلا اكيد اللعبه دي بتراهن بقى، لان ده مش لعب كوره، ده مش اداء. انا سامع كل الناس اللي بتحفل عليا وبتتريق وبتهق على اللعيبه اللي بملايين، واكيد كلكم عارفين وسامعين الكلام ده، وفي الاخر باجي الاقي نفسي بنفس الاداء، اللهم الا اول 4 5 دقايق بس. لكن غير كده مفيش، غير كده هو ده مستواي، هو ده ادائي، هو ده كل حاجه. قاعدين اماش تمام امل، حاطين اهو بالفرقه في تطور، في تحسن طفيف، فرقه بتمشي كوره، فرقه بتعرف ايه. لا ابدا خلاص بقى، لعبنا اول 10 دقايق حلوين، نبدا لكورتنا بقى، نقف على الكوره، نعطل المرتده، نعمل اي حاجه تبوظ شكل الهجمه اللي احنا بنبنيها، نلعب الكوره بتاعتنا الطويله 1 2 خلاص العب التالتة بقى، العب التالتة، ما موتهاش، ما عطلهاش في رجلي، ما تفضلش في رجلي لحد ما تحمض، لا، كرة اعمل 1 واعمل 2، اسلم الكرة التالتة شكرا، وقفت عندي. ماتش زي ده محتاج تنقي اللعيبة بتاعتك بالحتة، وقلت امبارح والله، قلت خد تشكيلتك العب مش لازم انت خلاص، جدد. ياسر ابراهيم
لحد قبل الجون عامل ماتش وشايل وايه مش. ليه بقى؟ ليه يعني احنا ليه البرواز بتاعنا ما بيكملش؟ ليه التورتيه ما بنعرفش نكملها؟ ما بنعملش ليه ماتش حلو ونختمه حلو؟ ما نعملش اداء حلو ونختمها حلو؟ لا، الكرة تبدأ من عندنا. الكرة معانا، هوب بتديله الكورة، هوب فيستون مايلي بيلم وبيشوط شوطة. انا مش عارف، واقفين اتنين قدام واقفين احنا، الشناوي واقف الناحية التانية ما مسكش الكرة مرتين على بعض. نفسي اشوف شوط عليه. كرة زيزو بقى، كرة زيزو هي دي سبب كل الكلام اللي هيتقال دلوقتي دي. خلاص اتلعبت لك، حط بيمينك، حط بقرة يمينك يا شيخ. انت مستنى تجيلك على ايه تاني؟ ما عدلتك حطها بقى يا عم، تروح مطرح ما تروح، حطها يا شيخ في الجون قدامك، متبروزه قدامك. لا ببصيها تاني، عايز احنكش في الكوره مليون حنكشه عشان ادخلها جون. ما تلعب يا عم، ما بتشوتوش من بره ال 18، دخلت الست يارده، حط يا عم جون، حط يا عم في الجون. شوف هتروح مطرح ما تروح يا راجل. ده الزمالك لعبهم باتنين لعيبه عندهم كساح وجاب فيهم جون، باتنين لعيبه عندهم كساح. شفنا انبي النهارده كان عامل ايه في الزمالك. هي دي ادي بيراميدز. انا بيراميدز اللي كان بيلعب مع الزمالك بيلعبوا قدامك بكرب وغل، وكله بيزحلق، وكله بيكسر، وكله عايز يرقص، وكله عايز يعمل حاجه. وده اللي قلناه، بيلعبوا قدامك بكرب، هم مش عاوزينك تكسب، هم بينافسوا معاك. وقعهم بقى، ما تاخدش الدوري يا راجل، وقعهم واطلع العب تاني. مش هتلعب كونفدراليه، ما ينفعش تلعب كونفدراليه. الناس مش مستحمله شكل الكونفدراليه. كونفدراليه ايه اللي انا اخش العبها دي؟ بطوله العيانه اخش العب كونفدراليه بالشكل ده بلعيبه؟ ابقى صارف كل الصرف ده راح العب كونفدراليه؟ يا راجل ده عيب، والله العظيم، والله العظيم عيب، عيب ان ما فيش حاجه، ما فيش كده في الدنيا، والله العظيم ما فيش لعبه كده وكده في الدنيا. ابقى صارف كل الصرف ده ومش عارف حتى اكسب بطوله، مش عارف انافس ازاي اخش العب بطوله افريقيا. ده حاجه دي تقرف، والله حاجه تقرف. ايه ده؟ قدام بيراميدز اللي قال لك اصل بيراميدز هي ده شكل لعبها، اصل الفرقه لا. بص كانوا بيلعبوا قدام الزمالك ازاي، كانوا موتين ايه. هي دي بيراميدز اللي كانت بتلعب مع الزمالك الميته، ميتين. يا نهار ازرق، نازل مش عارف اعمل عليهم هجمه، مش عارف اشوط عليهم شوطه. الغريب بقى ان الهجمات بتاعتهم الخطيره ما جاتش من كوره هم مسكوها. الكوره كانت بتبقى معايا، الاقي الكاميرا مره واحده خطفت كده، اللاعب بتاعهم رايح انفراد بيشوط على شوبير شايل التاني نفس القصه. بص مايلي من حته ميته بيشوط اي راجل، يشوط اي شوطها طوحها مطرح ما تطوحها تخبط في اي حد، تخش جون واحد جاي يكمل يلبسها جون. اي حنكشه حط شوط، اي شوطه اتلخبط تخش جون. نفس الجون اللي جابوه، نفس الشوطه، شوطه عبيطه هوب خبطت راحت دخلت في شوبير. هي نفس القصه بتاعت كل مره. اعمل زيهم يا راجل وشوط لك، اظبط رجلك وشوط شوطه. لا، وقلنا ما تبداش بديانج ومروان. بن رمضان في اموت حالاته هيلعب على ديانج ده مرتاح، ميت بقاله فتره ما بيشوفش، مش شايف قدامه، ما بيلعبش ب 2 جنيه كوره، وانت برضه مصمم تلعبه. بتلعبه ليه؟ بتلعبه على ايه؟ شفت منه اداء ايه في الملعب يخلي ديانج ده يلعب؟ شفت منه ايه؟ امام عاشور نزل النهارده مش عايز يلعب، قرفان مش هينزل يلعب. ما تلعبوش يا عم، قعدوا دكه، مش هتفرق، ما الفرقه كده كده ضايعه. لكن ايه الشكل اللي انا شفته ده؟ ايه ده؟ انا خلاص، انا والله العظيم قاعد عمال اقول يا رب نكسب بطريقه احسن من كده، عشان ما يطلعش يقول الفرقه شكلها وحش. الفرقه كانت بادئه حلو، والله العظيم قلت الماتش ده ماتش تاريخي. الشكل اللي شفته ده انا ما شفتش الفرقه بتبدا بالمنظر ده. لما بترقص زيزو بدأ بيرقص، اللي بيعمل لي فينت وبيعدي واحد دبل تاتش ومش عارف ايه، وبيعمل باص وبيلم، وواحد بيعمل فينت، وواحد بيعمل عرضيه حلوه وركنيه في ركنيه. تمام والله العظيم قلت الماتش ده اللي مش هيتفرج عليه فايته عمره. ماتش ده اللي مش هيتفرج عليه كده لايف فايته كتير. كل حاجه متهيئه، ونزلت شفت اول 15 دقايق الفرقه بتلعب بس. هو ده اللي انا مستنيه. هي دي الفرقه اللي تنزل تكسب دوري. هذه الفرقه اللي هتوقع بيراميدز النهارده وهتمسك الزمالك تفلقها وتكسب. الزمالك ايه اللي قدام انبي ده بيعاني. عندهم لاعب واحد لو بيعمل كل حاجه، بس بيجي عند الباص بيقطع، بتاع انبي مش عارف اسمه ايه كده. لا ده لو ظبط الباصه بتاعته الزمالك كان شال النهارده 2-3 بالميت.
بزيرا وتشيكو بانزا ميتين، لعيبه نفخوهم على الفاضي زي ما بينفخوا اي لعيب تعبان بيجي عندهم، بس بيعرفوا ينفخوه باهي. لكن انا عندي لعيبه ما بتعملش حاجه، عندي ملايين ما بتعملش حاجه. نزلت من 1-0 وجبت جون، خلاص الامل رجع تاني. اكسب باي زفت باي طريقه يا راجل، حط. لا طلع اوفسايد، اثبت بقى والعب على الجون ارجع احاول اعوض، لسه فاضل لك تلت ساعه. لا البس التاني، تكمل خلاها تخرب بقى، خلاها تخرب، البس ضربه جزاء، البس التالت، وما كانوا ممكن يدوك الرابع. مين؟ خلاص اللعبه دي بعد الجون وبعد الاتنين شكرا، ركبها بتخبط في بعض، ركبي بتخبط في بعضها، انا مش قادر خلاص، اتوترت. هم اصلا كانوا كده في الاول، كل شويه واحد فيهم يقع، خايفين من منظر الجمهور اللي رابكهم في المدرجات. الجمهور اللي قاعد لهم ده الذكاء اي اللي قاعد لهم في المدرجات ده. مين دول؟ مين اللي بيشجعوا بيراميدز دول؟ اكيد قرايب اللعيبه شاريين جمهور جايين يشجعهم، وانا جمهوري مالي المدرجات عمال يشجع وعمال يهتف لحد بعد الجون يا راجل، لحد بعد الجون. ايه عايزين ايه تاني؟ تكتيك وتحركات والماتش حصل فيه في الدقيقه 25 كذا، مفيش الكلام ده، مفيش مع دول الكلام ده، مفيش. حاطين امل ذره في المية، مش على تكتيك وعلى لعب كوره وعلى الكلام العبيط ده، لا، على ان اللعيبه تبقى رجاله وتشوف اللي اتقال عليهم وينزلوا يلعبوا كوره، مش على تكتيكات وخطط. الكلام ده خليها للي دارسها. لكن انا اللعيبه دي شافت وسمعت اللي داير عليهم بقالهم شهر وهم قاعدين مفخدين وبياخدوا اجازات في اجازات. 4 ماتشات زي دول اخد اللعيبه دي في حياتها تدريبات عشان يبقى عندي روح ويبقى عندي نفس، مش اللعيبه كلها واقفه تتفرج على بعض النهارده. الجمهور بيشجع ان جيلها هتطلع من الارض تلعب مكانكم كوره، وكل واحد واقف مستني الكوره لحد عنده تجيله، خش يا راجل اضغط. ده طاهر كان بيضغط، لكن هي لعيبته كلها واقفه مستنيه الكوره تجيلها لحد رجليها. انا لعبت كلها مستنيه الكوره تيجي لحد عندها عشان تبص، عشان تروح للكوره. اجري يا ابني اضغط على الكوره يا حبيبي. شايف الجمهور بيشجع ده بيصوت عامل ازاي عليك، وهم عارفين ادائك اللي شكله يقرف طول الموسم. ايه طيب عايزهم يعملوا معاك ايه تاني يعني؟ ينزلوا يلعبوا مكانك؟ لو ينفع كانوا نزلوا يلعبوا مكانك. لكن انت مع كل شكلك ده مكسل حتى تجري على الكوره، مكسل مجرد انك تجري على الكوره مكسل تعمله. ليه يا عم؟ ليه يا عم؟ الجمهور مقصر معاكم في ايه؟ الميديا كلها فشخاكوا والجمهور داعمكوا، الناس كلها ما عندهاش ب5 جنيه ثقه فيكوا، والجمهور الناحيه التانيه بيحفل وكسب الدوري بتاع الزمالك وقال لك احنا كسبنا، وعمالين يحفلوا عليكم بكل الطرق، وجمهور الاهلي في ظهركم مش سايبكم، وبيقولوا لا في امل، لسه في فرصه ان احنا نكسب الدوري، فرصه. الامل مات؟ لا الامل موجود. لا مش عارف ايه، اكسب ده واعمل ده، اكسب ده وتعادل وده هيقع، وعارفين ان الزمالك هيقع. ده مش شكل فرقه تكمل لحد الاخر من غير ما تقع، مستحيل مستحيل. شكلها هم اصلا بيلعبوا بعكاز، بس بيلعبوا بيكسبوا يعرفوا ياخدوا نقط. انا بعرف اضيع نقط، استاذ تضييع نقط. فاسهل الظروف مستني ايه تاني؟ اسهل حالاتي انيل شخصيه من بيراميدز جايه تلاعبني ميتين، عرفوا يكسبوني 3، 2 رايح و3 جاي، كسبوني 3-0 في 2-0 او 2-0 في 3-0. ليه بقى؟ ليه؟ ده الفرق الصغيره وقعتها، الفرق الصغيره وقعتها. بيلعبوا دفاع، يلعبوا دفاع يا عم، يلعبوا دفاع، بيلعبوا دفاع، بيلعبوا على امكانياتهم. فرقه قد كده بتلعب مع فرقه قد كده، كل واحد بيلعب على امكانيات. بلعب على امكانياتي بس بعرف اخد منك اللي انا عايزه، بس هي دي الكوره. انا لما بلعب مع فرقه كبيره بكش وبلعب قدامها دفاع، عشان بقول اصل امكانياتهم اعلى من امكانياتي. اصل منتخب مصر مش زي منتخب اسبانيا، دول امكانيات. انت شايف ان دول قد ايه ودول قد ايه؟ نفس الكلام، بتلعب قدام فرقه صغيره هتلعبك ان انت فرقه كبيره، هم امكانياتهم على قدهم. بس اللي امكانياته على قد دول لو عرف يلعبك بطريقته وفرض فكرته عليك وشكله اللي هو عايزك تلعب بيه بطريقته هو عليك، شكرا، خد منك النقط اللي هو عايزها بدماغه. وده اللي بيفرق مدرب عن التاني. سيبك من اللعيبه، ادي لعيبه، حته مدرب اهي. المدرب بيدير الماتش من بره، بيدير الماتش من بره كده بخططه، بتحركات لعيبته، بظبط دفاعه، بهجومه، بنص ملعبه، بالتشكيله اللي هبدا بيها. بعرف ابدا، بسستم بقى للعيبه اللي هتنزل تلعب، اللعيبه اللي بزرع جواها ان انا عندي جمهور قاعد مستنيني اكسب دوري، مستنيني اخد بطوله. الناس ناسيه ان الاهلي واخد سوبر اصلا وكسبان كاس في اول الموسم، الناس ناسيه الكلام ده.
نسيت من شكل اللعيبه ومن الاداء اللي الواحد طهق منه. نسيت، الناس ناسيه. احنا واخدين كاس، واخدين سوبر في اول الموسم، الناس نسيت الكلام ده. انا مش فاكرك من ايه، من شكلك اللي انا مش فاهم ده اسمه ايه. يعني ايه بلعب قدام فرقه نص لعيبتها الاساسيين عندهم، اصل ده متصاب وده قاعد، اصل ده كان بيلعب بحقن الماتش اللي فات وده كان مش عارف ايه، فرقه جايه لك من ماتش قدام الزمالك، مش عارف بقى هم ما كانوش بيلعبوا قدام الزمالك عشان يريحوا مثلا طاقتهم يجوا لك، بس هم لاعبين ماتش قدام الزمالك وجايين لك. اللي ما لعبوش اللي لعبوا ماتش الزمالك كلهم جولك، مع اختلاف الناس اللي قعدت بقى اصابه واللي خد كارت واللي مش عارف ايه واللي اتوقف واللي اتعمل. ادي يا عم الحاج الناس اللي ما لعبتش، يعني عندهم عناصر اساسيه غايبه، وانت فريقك كامل، فريقك كامل. انزل بقى يا عم بتشكيله، انزل اكسب، انزل اكسب. ما هو انت ما فيش تاني بقى، ما فيش حل. احنا عارفين ان كوره انت مش تلعب كوره، ده احنا عارفين. انزل اكسب اي شكلك بقى، العب، وريني كورتك. انت راجل لعيب، انتوا كلكم لعيبه بتعرفوا تلعبوا كوره، كلكم بتعرفوا تلعبوا كوره. بنستغرب بس ان احنا بنلاقي البدايات مش موجوده، اللي الباص مش عارفين نباصيه، ظبطه الباص. يعني بتلاقي ناس بتلعب في الشوارع، هو عادي الكوره بتطلع من رجله راح على صاحبه اللي في اخر الملعب، هي رايحه له خلاص، ظبطه رجله مظبوطه. فانت راجل بتلعب في نادي بتاخد ملايين، الباص ده بدائيات الكوره عندك. انا بعرف ادي باصها واروح، لكن احنا قاعدين السوشيال ميديا بس بنعمل عليها ترندات، لكن نلعب كوره زي الناس لا. ننزل كده ونبين للجمهور ان احنا ناس بناخد، ناس بنعرف نلعب، ناس لا انتوا ظالميننا، لا اصل اللعيبه عليها ضغط. اللعيبه اللي عليها ضغط لا، امال الجمهور عليه ايه لما دول عليهم ضغط؟ الجمهور اللي قاعد بيحرق في دمه ودمه محروق وقاعد في المدرجات بيعيط عشان الفرقه دي نازله ما بتلعبش كوره، ما بتأديش، مستخسرين يجروا. يا عم مستخسر تجري ليه يا عم؟ مش ده اكل عيشك؟ مش ده شغلك اللي بتاخد عليه فلوس؟ الناس دي قاعده بتدفع فلوس عشان تيجي تتفرج، عشان تيجي تشجعك، عشان تلعب وتاخد فلوس. انا ما شفتش كده في حياتي. الناس بره بتخسر يا اخي بس بتلعب، بيبقوا ميتين بس بيلعبوا، ما عندهمش امكانيات، ما عندهمش فرقه، بس بيموتوا نفسهم، بالجمهور بيقف يسقف من اللي شايفه من اللعيبه، من رجوله اللعيبه في الملعب. لكن انت شكلك لا، فاني على الاخر، تولع، خليها تغرق، خليها تغرق، مش فارقه معايا، مش ده ماشي وده ماشي وده جاي له عرض وده اخر الموسم مروح، خليها تولع، خليها تولع. انا مستني ايه؟ انا قلت احنا الجمهور مش مستني حاجه من اللعيبه، والله ما مستني حاجه من اللعيبه، والله الجمهور ما مستني اي حاجه من اللعيبه، لانه عارف اللعيبه دي على ايه. هو داخل عنده امل في الكيان نفسه، في الاهلي اللي هو بيشجعه، مش في اللعيبه. اللعيبه انا شفت مستوى في اول الموسم من اول كاس العالم. اصل كاس العالم بيلعبوا قدام فرق تقيله، مع انها لا تقيله ولا نيله، بلعب قدام كساح الفرق، عديها نلعب دوري وعندنا افريقيا، هنلغي كاس العالم ده بيجي كل 4 سنين لما نشوف القصه دي بعدين. لقيت شكلك في الدوري هو شكلك بره، قدام الكبير زي قدام الصغير، زي قدام الدرجه التانية، هو شكلك، هو شكلك. خلاص عدينا ده كله وقلنا خلاص هتيجي تلعب الماتشات دي بتاعتك اللي قدام، خلاص اخر كام ماتش بقى، يعني الموسم بتاعك السيء ده كله بيتلخص في 4 ماتشات، اكسبهم، اطلع بشكل نضيف واكسب. خلاص يعني فرح الجمهور باي حاجه، الجمهور اللي واقف جنبك وسط ما كل الشعب بيحفل عليك، كل اللي ليه واللي ملوش بيحفل عليك. جمهور الزمالك فرحان عشان ما هيكسب الدوري رقم 15 ليه، وبيلعب نهائي الكونفدراليه، ما كسبش الكونفدراليه لسه بيحتفل بيها من دلوقتي قبل ما يلعب النهائي. فرقه جمهورها بيخش يشتمنا في الكومنتات عشان بنقول ان بيراميدز كان سايب لهم الماتش. هي دي العقليه، هي دي عقليتهم. ممكن اخش هلفتك في الكومنتات عادي، بس انا بعاملك معامله عيل صغير، مش هتفرق. فانت شوف وسط ده كله يقول لك اصل احنا باقل امكانيات، فعلا بقى هو مش باقل ولا حاجه، بس انت اللي خدتهم يعملوا كده. الزمالك صارف زي ما انت صارف بالظبط، جايب اللعيبه وجايب صفقات، ده جايب يجي 80,000 لاعب، 15 بقول لك كان جايب 15 لاعب في اول موسم، بس ما حدش كده، هم كلهم كارفين ليه؟ هم باصين لك عشان انت جايب ملايين، دافع ملايين في لعيبه، ملايين في لعيبه، واللعيبه دي في الاخر بلح، طلع موسم بلح، مفيش ابيض. تقيم لعيبه كلها مفيش، كله مفيش. انا عايز اشوف اي حاجه بتحصل، مش بادئ قبل الجون، انا شكلي مستقر على الاقل
بلعب كوره بعيدا عن الزحاليق اللي انا عمال ازحلقها. زحاليق في الملعب، الارض مبلوله صابون، لابس فلاته، كل شويه واحد يروح مزحلق لي. يا جدعان في احنا ايه الدنيا؟ تمام. كوكا عامل جبهه حلوه وقافل. هاني شغاله. ياسر وياسين تمام معديين. اسوأ لاعب ديانج ده في الملعب من بدري، تعبان، مفسد كل حاجه الاهلي بيعملها، مفسد كل الهجمات، ما بيعرفش يطلع بالكوره، ما بيعرفش يباصي، ما بيعرفش يخش. هو خلاص الكوره لو جت له قدام خلاص هي هنجت معاه، هنجت. استني بقى مروان عطيه يمكن احسنهم، احسن لاعب فيهم في الماتش كله هو مروان، الوحيد اللي يمكن بيعمل اي حاجه، كورته نظيفه، طالعه نظيفه، راح على رجل صاحبه. لكن غير كده كل هجمه تتعطل، كل هجمه تبوظ. نفسي في عدله وشوطه، نفسي في رفعيه على دماغ واحد يحطها تطلع في اي حته. كل الكلام ده ما بشوفوش. 90 دقيقه بتفرج على ماتش، نفسي في شوطه واحده تروح على الشناوي اللي واقف في الجون ده، نسي شكل الكرة، نسي شكل التراي اللي هو بيتمرن عليه عامل ازاي عشان ما بيجيلوش حاجه. في ماتش الزمالك عمالين يجروا عليه ومش عارف واحد يشوط مين. بيقول لك بكسر لعيبه، بيقول لك بشيكو بنزا. شيكو بنزا ده اصلا محتاج يروح اي وحده محليه عشان يطعم هناك فيها. النهارده قدام انبي بلح، اقسم بالله بلح، لاعب ابيض كرويا ابيض، واقف في الملعب كده سارح تايه، اوفسايد سارح هناك. انبي عمل معاك الصح، جاب لك خد منهم نقطتين، وقفوه. اكسب النهارده، استنى ماتش وبقيت قده. هيقع تريليون في المية. ده راح يلعب مع سموحة والمصري باين، ولا يلعب مع مين لسه، مع عنده سيراميكا ولا ايه. هيقع كده كده، هيقع كده كده، خدمك كده كده، هو خدمك. احنا قاعدين كلنا مستنيين الزمالك يكسر ماشي. الزمالك ايه؟ وقع الزمالك. طب كل سنه وانت طيب. ما احنا ايه بقى؟ وقعنا معاه. وهو والله العظيم خايف هم يقعوا احنا نقع. هم حتى اتعادلوا واحنا ما عرفناش، احنا خسرنا بفضيحه. طب نخلص الموسم عادي زي الناس يعني، احنا اصلا شكلنا يقرف. نخلصها طيبه بقى يعني، نلم اللمه حلوه، ما نتخانقش في الاخر. لا اخرج بفضيحه من بيراميدز اللي الزمالك هانه ومعوش فرقه. انا جاي بلعبه بلعبته ونزل وجمهوري عمال يغني في المدرجات وبيطلع نار. الشارع بتاعنا اتقلب لما جون التعادل ده بتاع تريزيجيه. البيوت كانت بتتهز عشان جون التعادل، مش عشان جون مكسب، جون التعادل. والناس اللي في المدرجات عمال هزه الاستاد لحد ما جدوا. اعمل معاك ايه تاني؟ الجون التاني جه ولسه بيشجعوا. انت عايز ايه يا راجل تاني؟ يعملوا معاك ايه تاني؟ والله لو ينفع كانوا نزلوا لعبوا، والله لو ينفع كانوا نزلوا لعبوا معاك. والحكم مدي 10 دقايق، لو ادى 100 برضه مش هتعمل بهم حاجه. لو عمل معاك ايه خلاص، انت شكلك خلاص اثبتت ان انت مفيش منك جدوى خلاص. انت ادي ده اخرك، ده مستواك، لا تصلح انك تلعب لفرقه كبيره. عند الفرقه الكبيره بتقف وتهنج. لا ابص بقى على الناس اللي هروح اجيبها بعد كده. الموسم راح خلاص، كل سنه وانت طيب، كل سنه وانت طيب. والله يعني بعد الماتش ده اشك ان في حد مثلا يقول لك الاهلي لسه فيه ولسه عنده امل والكلام ده. اشك ليه؟ لان خلاص هو شايف ان اللعيبه حتى ما عندهاش ان هي يعني. الجمهور النهارده جه شجع عشان يدافع عنك قدام كل اللي بيحفلوا عليك. كان مستني ان انت تدافع عنه قدام اي حد مثلا هيحفل عليه، ويستنى ماتش يوم الجمعه ده كله يبقى رجله بتخبط في بعض. هم كانوا هيبقوا خايفين منك، وكلهم ابقوا مقلقين. اقسم بالله كل جمهور الزمالك واحد هيبقى ماتش يوم الجمعه ده ميت من خوف منه، عشان ما تدوسش على وشه وترجع للصداره تاني. هم بيخافوا منك تقع على الصداره عشان هتركب عليهم مش هتنزل. لكن دلوقتي مش فارقه معاهم كتير، خسرت كسبت مش هتفرق. هم كده كده عادي، الدنيا عندهم بقت سليمه. انا بقى افضل المفروض ان انا يوم الجمعه ده افضل اقعد استنى اسمع الماتش عشان ايه بقى؟ عشان اكسب الزمالك واخلي بيراميدز بقى قده في النقط لو كسب،
ولا عشان الزمالك يكسبني واتفضح واشوف بقى ممكن انزل العب درجه رابعه بقى، ولا اشوف اروح فين، انا مش عارف. يعني كده كده الدنيا بقت فيها ايه، عشان اللعيبه مش عارفه تشرح الوضع للناس بس، عشان اللعيبه زعلانه من الانتقادات بتاعت الناس اللي بتطلع تتكلم. طب ما انا بطلع اتكلم عشان مش شايفك بتأدي. انا نفسي تأدي والله، أدي واخسر، والله أدي واخسر يا شيخ، مش هقول لك حاجه. أدي واخسر، طلع اللي عندك، لكن ده مش اللي عندك. ما تقنعنيش ان انت كده ده بتطلع ده لعبك، ما تقنعنيش، أنا مش هقتنع. ما تقنعنيش ان ده لعب، ان ده شكل ناس بتاخد ملايين. رزقك الله يسهل لك، لكن العب كوره يا عم. الناس دافعه فلوس، بقولك دافعه فلوس عشان يشجعوك، لكن انت بتعمل ايه؟ مكسل تجري على الكوره. خلاص خدنا اول 10 دقايق بس، فرحنا الجمهور اللي قطع تذاكر وبتاع وجايين نتفرج، يلا يا عم افرح، افرح هيص، يلا لعبنا شويه. لكن بعد كده نفس الطبيعه، واقفين كلنا واقفين مستنيين الكوره اهو. بعكاز بنلعب، بعكاز كلنا ماشيين على عكازات بنلعب بيها. حسبي الله ونعم الوكيل، والله حسبي الله ونعم الوكيل في حرقه الدم اللي الواحد فيها دي بسبب الناس دي. والله مش عارف يعني، مش عارف والله العظيم، انا مش فاهم يعني يحصل معاكم ايه اكتر من كده، الجمهور يعمل معاكم ايه اكتر من كده. الجمهور عمل يعني اللي ما يعمل معاكم، والله العظيم الجمهور عمل اللي ما يعمل لحد اخر لحظه وهو بيشجع. مش هتلوم اي حد لو جه قال لك ان الاهلي خلاص الدوري راح والموسم راح، ويستقبل بقى التحفيل اللي هيحفل عليك كل من هب ودب بيشجع اي فرقه بقى غير الاهلي. واللي ما بيشجعش استحمل بقى لحد الموسم ما يخلص، ونشوف بقى مين اللي هيكسب الدوري ومين مش هيعمل. لكن حد عنده امل تاني في الفرقه دي؟ محدش هيلوم اي حد، ما بقاش عنده ذره امل في الناس دي. ويعني والله العظيم يعني الواحد ما عندوش كلام اكتر من كده يتقال، لان الواحد زهق فعلا. والله العظيم الواحد كان قاعد مخنوق من الفرقه اللي الواحد بيلعبها، اللي مش شايفه قدامها بس كسبوني 3-0. وانا بلعبتي اللي المفروض نازله بكل الدوافع وكل الحوافز اللي تخليك تكسب ماتش زي ده، مش عارف تكسبه. وفي الاخر نخسر 3-0، مش عارف حتى تطلع بشكل حلو، مش عارف حتى تطلع بتعادل. لا ده انت خسرت زي ما خسروك في الذهاب خسروك في العوده. جمهورك كان بيشجع هنا وجمهورك كان بيشجع هنا، وانت لا عرفت تكسب هنا ولا عرفت تكسب هنا. خلاص انت بتكسر القواعد، بتخسر بره في افريقيا وبتخسر جوه، بتخسر بره في الدوري بتخسر جوه، بتخسر من فريق درجة تانية، بتخسر من كل الناس. كل الظروف انت عملتها، كل الوساخة انت طلعتها الموسم ده. اللعيبة دي لو جايين يضيعوا الفرقة مش هيعملوا اللي هم بيعملوه ده. يعني لو جايين يخربوها مش هيطلعوا بالمنظر اللي حصل معانا الموسم ده. من كاس طلعت من فريق درجة تانية، اللاعب عندك بفرقتين 3 منهم في افريقيا طالع بفضيحة قدام الترجي اللي شكله واقع، خسرك هناك وخسرك هنا على ملعبك قدام جمهورك. في الدوري خسران من طوب الارض، طوب الارض مخسرك. والناس كانت قاعده مستنيه ماتش يوم الجمعه عشان تبقى قاعده بتشجع باوي، عندها امل ان انا لو كسبت النهارده ابقى انا والزمالك قد بعض ووقعنا بيراميدز. دوسنا على وشه ورا، لا ده هو داس على وشك رايح جاي، ومش بعيد الزمالك يجي يكسبك. وكده كده مش هتبقى فارقه، كسبت كسبك مش هتبقى فارقه. بس بالشكل ده لو انت ده شكلك اللي هتروح تلعب بيه قدام الزمالك هيكسبك عادي خالص بمنتهى السهوله. فيعني والله العظيم الواحد يعني مش قادر يتكلم فيها، الواحد اصلا تعبان وعنده برد. فيعني شكرا والله، شكرا للعيبه وشكرا للاداره وشكرا للجهاز الفني اللي وصل الفرقه اسوأ حالاتها واسوأ منظر واسوأ حاله ممكن تكون عشتها مع الاهلي. ايا كنت بقى انت جيل كام بقى، قديم جديد، من جيلنا بقى الفينات 2000 و2001، من التسعينات بقى، من الثمانينات، من الستينات حتى. الناس الكبيره اللي عندها 50 و60 و70 سنه قاعده بتتفرج على الفرقه. الناس اللي خلاص يعني شعرها شاب وهي بتتفرج على لعيبه كانت بتموت نفسها لحد اخر ثانيه، دلوقتي اللاعب بيكسل يجري عشان يروح يلحق الكوره. حته البلاس 90 دي كانت بتاعتنا، كنا متاكدين الاهلي هيرجع حتى لو مغلوب 2. دلوقتي انت لو كسبان 1 حتى انت متاكد ان الفرقه مش هتعرف ترجع بشكل اللعيبه وبالاداء اللي هو بيحصل. فيعني ربنا يعني يسترها الله على الفرقه، وان شاء الله كبوه وتعدي وموسم للنسيان للنادي الاهلي. وسلام.